اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم احلى واجمل متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل اكله سهله جدا وسريعه جدا. وبالنسبه بقى للناس الصايمين، لسه في ناس صايمه الست البيض، فبالنسبه لهم ده هيبقى فطار سريع جدا وسهل جدا وبرده موفر. لو عندك رغيف عيش بايت، ان شاء الله اللي هتعملي من الربع كيلو نص كيلو لحمه، ولو عندك نص كيلو هتعملي كيلو لحمه باذن الله، يرمي معاكي كميه حلوه. هنا معايا رغيف بايت، يعني شرط يكون رغيف بايت عندك، وحطي عليه شويه ميه وسيبيه كده حوالي مثلا 10 دقايق يشرب الميه دي كلها ويدبل كده ويبوش معاكي. وزي ما انت شايفه كده هبدا اخد الرغيف دوت وهعصره كويس جدا من الميه. خلاص، ومعايا بصلايه مضروبه في الكبه حطيتها على اللحمه، وكمان معايا حوالي كده 3 4 معالق من الدهنه المبشوره او اللي هي او الدوش الموجود عندك هيقضي الغرض. وهحط بقى البهارات بتاعتي: بابريكا، فلفل اسود، ملح. خلاص، ومعايا بهارات لحمه. عايزه تضيفي اي حاجه اي طعم انت بتحبيه ضيفيه على اللحمه، لكن البهارات دي هي الاساسيه معانا. وربع معلقه صغيره جدا من السبع بهارات. خلاص، وبعد كده هجيب عيدان. مش هاخد العيدان، هاخد الورق بس بتاع البقدونس. هاخد حوالي كده نص ربطه بقدونس، يعني مش هاخد الربطه كلها. خلاص، هتدي ريحه حلوه قوي للحمه. واللي ما بيحبش البقدونس يستغنى عنه خالص، ما يحطوش. بس هو بيزود الريحه والطعم في اللحمه، بيبقى حلو جدا، بالذات لو هتعملي كفته هتبقى معاكي تحفه. معانا كده هنا حطيت معلقه من البيكنج باودر علشان طبعا الكفته معاكي ما تبقاش مكتومه. وهنمسك الكلام ده كله الجميل ده ونعجن بقى رغيف العيش مع البهارات مع البيكنج باودر مع البقدونس مع البصل مع حته الدهنه دي. لازم وضروري جدا لو هتعملي كفته الحاتي، لازم تضيفي معلقتين 3 من اللي او الدهنه. وهعجن كويس جدا لحد ما الاقي بقى انسجه اللحمه ظهرت معايا، والرغيف اللي انا حطيته اختفى تماما ولا كاني حطاه. شايفين؟ يعني انا دلوقتي عايزه اعمل فطار، ما عنديش حد ينزل يجيب لي مثلا برغل، ما عنديش حد ينزل يجيب لي فول صويا، فالرغيف اللي بايت ده قضى معايا الغرض واداني كميه حلوه وطعمه ما بانش خالص. طبعا بالنسبه ان احنا كنا الحمد لله صايمين، فجبت بقى كان عندي فراوله متفرزه، حطيت عليها كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن، مع كوبايتين ميه. وضربت بقى الفراوله بتاعتي وهحطها في التلاجة. وكده هنا انا معايا كان لسان عصفور كده، عملت حبه شوربه لسان عصفور، فسبته كده وطيت عليه النار وسبته يعيش حياته. هاجي هنا معايا بصلايه مع معلقه زبده مع شويه من الزيت برضو. معايا هنا عود من القرفه، وهدبل الكلام ده كله مع بعض واديله تشويحه كده. وهحط بقى البهارات بتاعتي على البصل طبعا يدبل. هحط ملح، هحط مثلا 7 بهارات، هحط دي كده معايا بابريكا، هحط كركم. الكركم اساسي جدا في الوصفه دي. ومعلقه صغيره جدا من ال7 بهارات. خلاص، عايزه تحطي معلقه صغيره جدا من الكزبره، حاجه كده على خفيف يعني ما تكتريش لو بتحبيها. ودي برضو معلقه صغيره جدا من ال7 بهارات. يعني ايه؟ مش عايزه برضو الرز يبقى مبهر قوي، يبقى البهارات واضحه فيه، لا يا دوب يبقى كده مدي طعم بس. وعايزه اقول لك الرز ده حكايه مش هتبطلي تعمليه، احلى من الرز الابيض ومن الرز بالشعريه. بتبقى بقى البصله كده مديله طعم الله على الجمال، بقى حلو جدا مع الكفته مع البانيه مع اي حاجه مشويه، بيبقى حلو قوي. طبعا انا هبدا اشوح فيه كده لحد ما الرزايه بتاعتي تتغلف كويس من الزبده والزيت. وبعد كده هضيف الملح وهنزل بقى بالشوربه بتاعتي. طبعا انا كان عندي شوربه في الفريزر فطلعتها تفك من بدري يعني. وهنزل بقى شويه شويه كده على الرز بتاعي. طبعا الرز المصري ما بيشربش كتير زي الرز البسمتي، ولو عايزه برضو تبدليه بالرز البسمتي تمام. خلاص، انا كده ايه ولعت على الرز وسبته بقى يعيش حياته كده. طبعا الكفته يا جماعه من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت جدا في التسويه، يعني عايزه اقول لك عقبال كده ما الرز بتاعي يستوي ويتشرب هتلاقي الكفته معاكي استوت خالص، بالذات بقى لو الفرن حلوه وحاميه كده. هجيب هنا قطعتين 3 من الدهنه. وبعد كده هنجيب بقى المسن او السيخ، او حضرتك شوفي بتحبي تصبعي الكفته على ايه. وزي ما انت شايفه كده هنبدا بقى نسمي الله كده ونصبع الكفته بتاعتنا. وانت جايه بقى بتشيليها من السيخ شيليها بالراحه، عشان انت شايفه ممكن ايه تتقطع منك او تفك منك. خلاص، عايزه تسيبيها مثلا، احنا بعد ما عجنت الكفته حطيتها في التلاجة حوالي كده نص ساعه تتشمع كده وتجمد شويه. خلاص، طبعا الصباع بقى اللي انت عاوزاه، عايزه الصباع يبقى اكبر من كده هيبقى حلو، عايزه اصغر تمام. شوفي حضرتك الحجم اللي بتحبيه، بس انا فضلت ان انا اعمله الحجم ده لان انا عارفه ان الكفته معايا هتكش شويه، فبعمل حساب ان هي ممكن تكش مني، لان انا برضو اي لحمه في الدنيا ممكن تكش، يعني سواء بلدي او مستورده هي ممكن تكش. فانا عشان ما تكشش معايا والكفته حجمها يصغر قوي، فحاولي تكبريها شويه.
وعشان كمان لو كشت معاكي. وزي ما انتم شايفين صبعنا الكميه كلها ما شاء الله اللهم بارك، شكلها حلو جدا، ريحتها جميله جدا. وعايزه اقول لك وهي بتستوي في الفرن الريحه، الدهنه اللي انا حطيتها مطلعه ريحه حلوه قوي. هنا معايا كنت خلاص عملت شويه السلطه بتوعنا الخضره الحلوين، حطيت عليها ميه ساقعه وملحتها وهحطها في الاطباق وخلاص. بصوا ما خدتش معايا وقت بجد، انتوا شايفينها وهي في الفرن يا دوب بس الكفته بتاعتك بس تغير اللون بتاعها من الاحمر للون ده، هتبص تلاقيها حلو قوي. ما تدوسيش عليها في التسويه قوي عشان ما تنشفش معاكي، سواء بالبرغل سواء كفته بالعيش سواء بالفينو، اي كفته عندك بالفول الصويا ما تشديش عليها قوي في التسويه، ان كتر ما هتسيبيها في الفرن هتنشف منك وهتشد. تمام، هم 10 دقايق بالظبط، 12 دقيقه، انا لقيت الكفته معايا زي الفل كده. رحت جايبه بقى فحمايه وطفيت عليها بحبه من الزيت، حبه صغيرين جدا، وزي ما انتم شايفين غطيت عليها عشان اخد بقى الريحه الحلوه، كاني بصوا جايبه الكفته من بره. عايزه اقول لكم احنا عملنا الفطار ده انا ما خرجتش وما جبتش اي حاجه، الحمد لله الحاجه كانت موجوده عندي. فحبيت نعمل بقى فطار سهل كده وسريع، وان شاء الله ربنا يتقبل من الناس اللي صامت وخلصت الستة البيض، والناس اللي لسه بدأت او لسه بتصوم ربنا يقوينا ويعيننا. قلت اعمل كده معاكم فكرة فطار بسيطة وحلوة وسهلة وموفرة، ويا رب النهاردة ان شاء الله تكون الفكرة بتاعتنا عجبتكم. لو عندك رغيف عيش هتعمليه احلى كفتة، سواء باللحمة سواء بالفراخ، هيبقى معاكي كفتة حلوة جدا. شايفين يا جماعة لونها، شايفينها كده ما شاء الله عليها، ولا احلى من اللي انت هتجيبيها من بره مليون مرة. كنا عملنا كمان غرفنا لسان عصفور والسلطة، وده كده معانا عصير الفراولة باللبن بالسكر بالمية، حاجة كده فطار سهل وسريع وما كلفش حاجة خالص. بصوا المية بتاعت السلطة، سلطة الحاتي أساسي تكون المية فيها أكتر من الخضار. تمام، وادي كمان طبق الرز غرفناه مع الكفتة، حاجة كده في منتهى الجمال. يلا بقى تشجعي وقومي لو عندك رغيف عيش وربع كيلو كفتة هتعملي أحلى فطار أو غدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.